بداية أنا بخلي مسؤوليتي كاملة من أي فهم خاطئ أو تطبيق غير أخلاقي وصلك بالغلط من خلالي في الفيديو ده. شكرا. الهاكر الحقيقي مش هو اللي قاعد قدام شاشة سودا وقدامه كلام أخضر كتير وبيدب أي حاجة على الكيبورد، ولا اللي لابس هودي أسود وقاعد في الضلمة يهكر الأجهزة وحسابات الفيس والإنستا. لكن الهاكر الحقيقي هو اللي بيقدر يخترق عقول الناس. Bugs in the human hardware. أنا سامح نصر الله وأهلا بيك في تك هاوس. الهندسة الاجتماعية أو السوشيال انجينيرنج مش مجرد كلمة عميقة على حاجة تافهة، ولا هم كانوا محاضرة بناخدهم ونبقى أخدنا كورس سوشيال انجينيرنج ويلا بينا، لكن ده علم كامل. في ناس بتقعد سنين طويلة تتعلم بس سوشيال انجينيرنج علشان يبقوا خبراء في التحليل النفسي والسوشيال انجينيرنج. لكن هل الموضوع خطير ولا مجرد اسم يخوف على ما فيش؟ السوشيال انجينيرنج مش اسم يخوف على حاجة تافهة، ولكن هو علم عميق جدا جدا، وانت بتتعلمه هتحس ان انت بتعمل حاجة غلط او غير قانونية. وبالفعل هو لو تم استخدامه بشكل خاطئ وغير اخلاقي ممكن يعمل مصايب. السوشيال انجينيرنج او زي ما بيقول البعض هندسة العقول البشرية مش مجرد شوية برامج على الكمبيوتر بتتعلم ازاي تستخدمهم وخلاص، لا، الموضوع نفسي بحت. الفكرة في الهاكينج مش الجهاز نفسه، لكن الفكرة ان انت توصل للي ماسك الجهاز نفسه. الموضوع كله بيتلخص في عقلية المستخدم. قد ايه انت واعي، قد ايه انت مدرك، قد ايه بتعرف تتعامل مع الحاجه، وقد ايه بتعرف تفهم في حمايه الحاجه اللي انت ماسكها. فمثلا لو انت في نظام امني شديد الخطوره ومتامن حلو جدا جدا جدا، لكن انت مش دارس كويس او مش عامل حسابك كويس، فانت هنا بتعرض الجهاز والمنظمه كلها للخطر. ليه؟ لان انا بحاول اهاك العقل البشري علشان اعرف اوصل لجهازه، مش بحاول ادخل على الجهاز على طول. فمثال، لو انت بتحب الكوره وانا عايز اخترق جهازك، لازم في الاول اخترق عقلك قبل ما اخترق جهازك. هعمل بيج على فيسبوك واقعد كل يوم انزل اخبار كوره واني مهتم جدا بيها، وهبعت لكل الناس اللي عندك في الفريندز اد ريكويستس علشان اظهر قدامك في الريكومنديشنز. يا ابن اللعيبه يا فاجر. فتعمل فولو وانت ضامن اني امان، لاني مش انا اللي سعيت وراك، انت اللي لقيتني قدامك وعملت فولو بنفسك. بعدها بمده هنزل كام فيديو فيها لينكات لاخبار كوره، اللينكات سليمه وامان والاخبار حقيقيه وامان. واول ما انت ما تطمن وتاخد الامان، هنا بتكون الضربه. هحط خبر عاجل، افلاس النادي الفلاني، وهحط اسم النادي اللي حضرتك بتشجعه، والحديث بشأن الغائه من الدوري. انا ما اعرفش انا بقول ايه لان انا مش مهتم بالكوره، فاي اخطاء هنا معلش اعذروني عنها، انا ما بتابعش الكوره. فانا بقول مثال هزلي عبثي بحت. فانت هتتخض ومن لهفتك على النادي بتاعك، فتروح دايس على اللينك من غير ما تفكر ولا تختبره ولا اي حاجه، تخش عليه مباشره، تدخل على اللينك اللي فيه المصيبه، تنشغل انت بالاخبار الفيك المزيفه الغير حقيقيه دي، وانا انشغل بكل بياناتك وجهازك نفسه اللي بقى في جيبي خلاص. شربتها يا كروديا. ده سيناريو بسيط جدا وبدائي وقديم جدا جدا جدا، لكن بيوضح لك ازاي السوشيال انجينيرنج بيشتغل وبيأثر فيك ازاي. الموضوع كله لعبة سيكولوجية او نفسية عقلية مش اكتر، لان لو قدرت اخترق عقلك ساعتها بس هكون قادر اخترق جهازك. السوشيال انجينيرنج هو مزيج ما بين علوم كتيرة زي فنون الإقناع وتحليل الشخصيات والصفات النفسية للأفراد والحالات السائدة في المجتمع ومخططات العقل البشري المبني على بيئات معينة و و و و و و و و و و. عارف بقى الهاكر بيستخدم كل ده ازاي؟ في حالة انك حاطط لي كل اهتماماتك وكل اللي انت بتعمله وكل الناس اللي انت بتحبهم واللون المفضل ليك والفريق الاقرب الى قلبك وكل البيانات الشخصية بتاعتك حاططها لي في البروفايل بتاعك مشاع على الملأ لكل الناس. دي كلها ممكن تكون بالنسبة لك معلومات عادية، يعني ما فيش خطر لو حد عرف، لكن بالنسبة للهاكر هي مفاتيح مهمة جدا 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 علشان يقدر يدخل على مخك انت الاول ويزرع فيه الامان المزيف
ناحيته، وبعدها يخليك تعمل اللي هو عايزه وانت في كامل ادراكك ووعيك، وفاكر ان انت بتعمل كل حاجة بناء على نفسك واختياراتك. اهلا بيك في عالم الهاكينج الصحيح، حيث الاهداف الرئيسية هي العقول وليس الاجهزة. طيب حلو جدا، دلوقتي انا عايز اتعلم ده، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، السوشيال انجينيرنج تعريفه البسيط هو فن الاقناع وحيل التلاعب النفسي. فعشان تتعلمه محتاج شويه حاجات كده، زي مهاره تحليل الشخصيات، السمات النفسيه المختلفه، حيل الاقناع، قوه التاثير على الاخرين، والسيطره الخفيه. حاجات تبان الليجل وتبان ان هي فيها حاجه غلط، فيها انا ما ينفعش اعمل كده. لكن انت لما بتتعلم الحاجات دي بيكون قدامك طريقين، طريق اخلاقي وطريق غير اخلاقي. فلو انت اخترت الطريق الاخلاقي فانت بتتعلم ده علشان تعرف ازاي تحمي نفسك وتحمي الناس، ولو اشتغلت في شركة تعرف ازاي ممكن يتلعب عليك، وتعرف ازاي تحمي نفسك وتحمي الشركة. لكن لو اخترت الطريق اللي مش تمام، الغير اخلاقي، فانت هنا بتكون اولا خارج عن القانون، ثانيا انت عارف ان في حد بيراقبك، ثالثا ليه؟ يعني ليه عايز تأذي حد؟ الموضوع ده لو استخدم بشكل خاطئ انت مش ممكن تأذي بني ادم، انت ممكن تأذي حياة ناس. لو انت استخدمت ده في نظام مستشفى، انت بتعرض كل الناس اللي في المستشفى لخطر الموت. لو استخدمت ده في اجهزة دولة فانت بتعرض الدولة كلها للانهيار. فده حاجات غلط، ده ما ينفعش، مش مسموح ان انت تستخدم الحاجات دي خارج اطار الاخلاقيات. عشان كده لازم تتعلمه، علشان لازم تعرف تحمي نفسك منه ازاي، من الناس اللي ما عندهمش اخلاقيات المهنه. كل اللي قلناه ده علشان تتعلمه محتاج شويه مصادر كده، ودي ترشيحات المجانيه علشان تعرف تتعلم صح. للاساس النظري والفهم العام، يعني كبدايه Social Engineering Course from Cybersecurity Academy، في اكاديميه اسمها Cybersecurity عامله Social Engineering Course، ده مجاني بالكامل، وهتلاقي كل اللي انا هقوله وكل المصادر اللي انا قلتها هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. ادخل على موقع سايبر ارب او ارجيك، هتلاقي فيه مقالات عن الهندسه الاجتماعيه في الامن السيبراني، ودور على الهندسه الاجتماعيه بشكل عام هتلاقي فيه كتير جدا. تاني حاجه شويه كتب مهمه، اللي هعرف اوفره هتلاقيه في الديسكريبشن كبي دي اف، لكن الباقي تقريبا انت محتاج تشتريه. The Art of Precision لديل كارنيجي، وفي برضه The Art of Precision لهاري مايلز، في The Psychology of Precision لروبرت كالديني، وفي Emotional Intelligence لدانيال جولمان. ثالث حاجه سلسله فنون الاقناع للدكتور ابراهيم الفقي، وانا ماليش دعوه اذا كنت بتختلف مع دكتور ابراهيم او متفق معاه، الموضوع ما يهمنيش ولا يفرق معاه خالص، وما اقدرش اقول رايي في حد، لكن هو بيقدر يفيدك في الحته دي فاستغله، يعني استفيد بيه في المنطقه دي. وكمل برضو للدكتور ابراهيم الفقي الانماط السلوكيه. 5 تدريبات عمليه على مواقع زي تراي هاك مي او هاك ذا بوكس. بالنسبه للكتب الكتيره دي فانا ارشح وبشده قناة دوبام كافين لناصر العقيل، في شغل عالي جدا 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 هناك. شوف شرح الكتب اللي مش هتعرف تتحصل عليها او تشتريها، ولو قدرت تقراهم تاني بعد ما تسمع الشرح بتاعهم يكون كويس جدا جدا. بعد كل ده انت بقى عندك اساس شبه قوي نقدر نستفيد بيه ونتعمق فيه ونستخدمه في رحلة تعلمنا للأمن السيبراني أو السايبر سيكيورتي وحماية البيانات والمعلومات. أتمنى يكون الفيديو عجبك وفتح قدامك باب جديد للتفكير والتعلم. شكرا جدا جدا إنك وصلت لحد هنا في الفيديو، ولو وصلت بجد وبتركيز وحبيت الموضوع انزل في الكومنت سيكشن تحت واكتب الهاكر الحقيقي هو اللي بيخترق العقل مش الجهاز. ولو عجبك وحاسس إن أنت استفدت ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وما تنساش شير علشان غيرك يستفيد. مع السلامة.